مقارنه بين الداله الاسيه والداله الايه؟ اللوغاريتميه من حيث البياني، الرسم الايه؟ البياني. وهنا عندك حاجه اسمها التطبيقات على الداله الاسيه، الداله الايه؟ الاسيه. وهنا ازاي ترسم الداله الاسيه؟ طيب الداله الاسيه ديت في منها شكلين او طريقين. لو انت كان مثلا معاك داله س عباره عن 2 أس س، وعلى الناحيه الثانيه كان عندك داله س عباره عن نص أس س. ايه الاختلاف؟ ان هنا العدد ده اكبر من كام؟ اكبر من 1. وهنا العدد ده مش اصغر من 1 عموما، لا، محصور ما بين الصفر والواحد. لما جينا رسمنا الداله دي والداله دي لقينا الداله 2 أس س رسمتها بالمنظر ده، يعني داله ايه؟ تزايديه. انما الداله نص أس س لما جينا رسمناها لقيناها داله ايه؟ تناقصيه. يعني هنا الاضطراب الداله تناقصيه دائما، وهنا تزايديه دائما. برضك عرفنا حاجه ثانيه، قلنا اكيد الموضوع ليه علاقه بالاساس اللي هو الاثنين او مين؟ او النص. قعدنا نجرب دوال ثانيه وخلينا دي 3 4 5 نفس الرسمه هي ما بتتغيرش. طيب خلينا دي نص ثلث سبع ربع اي حاجه، برضه التناقصيه ما بتتغيرش هي. بس فيهم ميزه كلهم ان هم لازم يمروا بالنقطه 0 و1. اي داله اسيه بالمنظر ده لازم تعدي ايه؟ 0 و1. ليه بقى؟ لان انت لو حطيت لها س بتساوي 0 قلت لها انا عاوز داله 0، تشيل س وتحطها كام؟ 0، بقت 2 أس 0. ونفس القصه نص أس 0 تساوي 1، بقت الزوج المركب بتاعك 0 و1، 0 وكام؟ 1. طيب تعال نحط لها قاعده عامه. امتى الداله الاسيه تبقى تزايديه؟ لو كان الاساس اكبر من الواحد. اكبر من كام؟ من 1. وامتى تبقى تناقصيه؟ لو الاساس ما بين 0 وكام؟ 1. ويعني ايه 0 و1؟ يعني كسر او عدد عشري. خلاص؟ عدد عشري موجب ولا سالب؟ موجب. طيب ماشي. يعني ايه اللي بيتحكم في التزايد والتناقص بتاع الداله الاسيه؟ الاساس. لو كان اكبر من 1 2 3 4 5 6 يبقى تزايديه. كسر ما بين 0 و1. طب لو قلت لك 1.5 أس س يا مستر ده كسر؟ لا، كسر ما بين 0 و1 دوت 1.5 عدى ال1. طب هل ينفع داله اسيه يبقى شكلها داله س بتساوي 1 أس س؟ لا. ليه؟ مستر انت مش كاتب الواحد معاهم ولا هنا ولا هنا، طب ليه؟ لان انا حتى لو عوضت بعفريت داله الصفر 1 أس 0 ب1، 2 أس 0 1 أس 2 ب1، 1 أس 3 ب1، 1 أس 4 ب1، 1 أس عفريت هتفضل 1. دي مش داله اسيه، هي اسيه شكلا ولكن داله ايه؟ ثابته. يبقى ديت مش تبع الداله الاسيه. يبقى الاساس بتاعك لا يساوي 1. شبه ايه؟ اللوغاريتمات. جدع. زي الاساس اللي تحت في اللوغاريتمات لا يساوي 1. هي بالظبط. لان دوت هو انت حولتها من هنا لهنا. هي. فكده كده الاساس ده لا يساوي 1 بسبب كده. خلاص؟ طيب. بالنسبه للمجال، المجال يعني كام س صح؟ طب انا الداله دي او مثلا 2 أس س، ايه الارقام اللي ممكن احطها مكان س؟ تعالوا نجرب كل حاجه. مثلا تعالوا نحط 1، 2 أس 1 نفعل، 2 أس 2 نفعل، 2 أس 20 نفعل، 2 أس 0 1 نفعل. طب 2 أس سالب 2 ربع صح؟ تبقى كسر برضه نفعل. ايه ده؟ يعني كل الارقام تنفع. اذا الداله الاسيه مجالها ايه؟ مجالها حق. طيب من الرسم البياني اللي قدامك ده، الداله دي عامله زي الداله الكسريه، ما بتلمسش محور السينات ابدا. يبقى كده لو حبيت اجيب المجال بتاعها، المجال حق. طب لو المدى من محور الصادات، اقل حاجه مين؟ 0 واعلى حاجه كام؟ ما لا نهايه. بس هل هاخد الصفر معاك؟ لا، الصفر مفتوح، صفر مفتوح الى ما لا نهايه. يبقى حاها الموجبه، حاها الايه؟ الموجبه. تعالى بقى عند الاخت ديت واعكس كل حاجه. كل حاجه كل حاجه. هنا كان الشرط بتاع التزايد ان الف يكون اكبر من الصفر، وشرط التناقص الف ما بين صفر وواحد. برضه تاني الف اكبر من واحد، والف اكبر من الصفر واقل من واحد.
طيب هنا الشرط بتاعك اتعكس. اتعكس ازاي؟ اللي يخلي دي تزايديه يخلي دي تناقصيه. اللي يخلي دي تناقصيه يخلي ديت ايه؟ تزايديه. طب عرفنا منين؟ بقينا بنفرض ارقام وبنحط نقط. تمام؟ من ناحيه ثانيه هنعرف كمان شويه حاجه اسمها الداله العكسيه. والداله العكسيه هم اي دالتين نعمل لهم تركيب اللي احنا لسه هنتكلم فيه برضه. اي دالتين نعمل لهم تركيب بيدونا في الاخر س. افهمك يعني ايه برضه؟ لقينا ان ده بيحصل ما بين اللوغاريتميه والاسيه، فقلنا خلاص ده دي الداله العكسيه بتاعتي، والعكس برضه دي العكسيه بتاعتي. يبقى كل حاجه هنا اتعكست. طيب ايه اللي اتعكس؟ المجال اتعكس، والمدى اتعكس، والتزايد اتعكس، والتناقص اتعكس، والرسم البياني اتعكس. ديت كانت تزايد صح كده؟ وهنا برضه في تزايد، بس هنا التزايد قدامه محور السيناريو. هنا التزايد قدامه محور صادات، لان انت عكست كل حاجه. الداله العكسيه معناها ان انت بتخلي س هي صاد وصاد هي س. طيب لو جيت قلت لك بقى ليه الداله اللوغاريتميه بتعدي بالنقطه واحد وصفر؟ انت كده اديت لها س بكام؟ طيب ماشي، هو انا لما اقول لك لوغاريتم الواحد دي كام؟ خلاص يبقى انا لما عوضت عن الس بواحد الناتج طلع صفر، بقت واحد وصفر. يبقى الداله دي كل ما اعوض عندها برقم، كل ما اعوض عندها بواحد يطلع لي كام في الاخر؟ صفر. طب سؤال برضه، هو انا ينفع اعوض جوه باي رقم تاني سالب او صفر؟ لا، احنا رفضناه في المجال اصلا. فقال لك المجال بتاعها ح موجب اللي هو المدى بتاع دي. طيب والمدى؟ المدى بتاع الاخت ديت من الرسمه انت نازل جايب من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه. ح كلها هو المجال بتاع دي. نطلع من كده بحاجه ان الداله والداله العكسيه المجال بتاع دي هو المدى بتاع دي، والمدى بتاع دي هو المجال بتاع دي. خلاص؟ هنتكلم بالتفصيل قوي في موضوع الداله والداله العكسيه. احنا كده خدنا فكره عامه عن الداله الاسيه والداله الايه؟ اللوغاريتميه. طيب لو جه قال لك سؤال بالمنظر ده، ارسم الداله داله س بتساوي 2 اس س وهنا نص اس س. ايه الفرق بين دول؟ تزايديه وتناقصيه. طيب عشان ارسمها محتاجين ايه؟ نعمل جدول بقى ونحط نقط. صح كده؟ طيب لو حطينا السين مثلا بصفر طلع كام؟ واحد. 2 أس صفر بواحد. طب حطينا السين بواحد، لو حطينا السين باثنين، لو حطينا السين بثلاثة 8. 3 يبقى 8. 2 أس 3 ب 8. لو حطينا السين بحاجة قبل الصفر مثلا بسالب واحد نص. طب بسالب 2 سالب تبقى ربع. هيجي لها السالب منين؟ هيجي لها السالب منين؟ بص، مستحيل تقول لي ان الناتج سالب بسبب، لان انا بقول لك المدى ح موجب. المدى يعني الصادات، يعني النواتج. النواتج كلها ح موجب، يعني اعداد موجبه حتى لو اديتها سويه. طيب تعالى بقى نرسم الداله دي. صفر وواحد، واحد واثنين، 2 و4، وهتلاقي الموضوع جاي كده زي ما انت شايف قدامك. بردك السالب واحد وكام؟ ونص هنا كده. معاك. بعد كده سالب 2 وكام؟ وربع في النص هنا صغيره قوي كده. هتلاقي الداله جايه لك بهذا الشكل. المنظر ده. طيب تعالى بقى ندرس اللي هو طالبه. بس قال لك متخذا س من كام لكام؟ سالب 3 ل 4. ما تعديش الاربعه، اخرك الاربعه. هي 2 أس 4 كام؟ 16. خلاص يبقى الاربعه اخرها 16 فوق وشكرا كده. ونعمل النقطه وهكذا. طيب قبلك هنا كام؟ سالب 3. 2 أس سالب 3 وطن، يبقى سالب 3 وطن تحت جدا هنا.
تلاقي الداله جايه كده اخرك هنا. من الرسم اللي قدامك ده ادرس اول حاجه عاوزين داله الواحد ونص. يعني اقف عند السينات واحد ونص واطلع اهبط في المنحنى واشوفه كام. تمام؟ يعني تقريبا هيبقى عندك في الرسم باين 2.8 قبل الثلاثة بسنة. يبقى دالة الواحد ونص 2.8. جبناها ازاي؟ من الرسم باين وقفت على السنات وطلعت خبطت في المنحنى. طب عاوزين دالة السالب نص بيانية، اقف عند السالب نص هنا واخبط في المنحنى هنا قبل الواحد بسنة. ممكن يبقى 7 أو 8. اعرفها تقريبا ازاي؟ من الرسم باين تقريبا. خلاص؟ يبقى دي كده 7 أو 8. طيب ليها طريقة تانية نتكلم فيها كمان شوية. قال لك أنا عاوز قيمة س، يعني عاوز اللي هنا عند دالة س بكام؟ يعني عند صب 10. روح اخبط في المنحنى امشي العكس بقى وانزل شوف تحت كام. وصلت؟ طيب طلع لي هنا اهوت 3 تقريبا. يبقى قيمة س هتبقى 3 صعب الكلام؟ طب هنا قال لك برضك الدالة دي مجالها ح والمجال المقابل ح موجب أو المدى بتاعها ح موجب. طيب هنا أنت متوقع إن دي دالة إيه؟ طبعا نصية تنافسية. طيب قال لك أنت المجال بتاعك متخذ، طبعا أنت مجالك ح ولكن هو قال لك متخذ س في الفترة دي. تمام؟ طيب ماشي، تعالى نعمل الجدول بتاعنا. س مصاب السين بدأ معاك من -4 -3 -2 -1 0 1 3. عوض ب-4 يبقى 2 و4 ب 16. عوض ب-3 يبقى 8. عوض ب-2 يبقى 4. عوض ب-1 يبقى 2. عوض بالصفر يبقى 1. عوض بالواحد يبقى نص. عوض بالاثنين يبقى ربع. عوض بالثلاثة يبقى ثمن. خلاص؟ بعدين حط النقط. السين بدأ معانا من كام؟ -4. -4 وكام؟ و16. طيب -3 8. 8 هنا في النص كده. طيب -2 4. وهنا -1 و2. طيب والصفر والواحد والواحد ونص. هنا تفضل تنزل معاك، والاثنين مع الربع والثلاثة مع الطن وهكذا اخرك هنا. تلاقي الدالة ماشية معاك بالمنظر ده. خلاص؟ طبعا قطعت الصادات فين؟ 0 و1. طلب منك انا عاوز دالة -2.5، يعني اعمل ايه؟ اقف عند س -2.5 واخبط في المنحنى اشوف كام هنا. تقريبا كام عندك؟ 5.7. بدالة الاثنين -2.5 5.7. طب عاوز قيمة س عندما ده بيساوي 7. مين ده اصلا؟ دي الدالة. صح؟ ارجع هنا كويس، دي الدالة. عندما صاد تساوي 7. لو الصاد ب7 هخبط في المنحنى امشي العكس بقى وانزل هنا. خلاص؟ طلعت تقريبا كام؟ -2.8. -2.8. طبعا بقى النمو الاسي والتداول الاسي والفايده المركبه. طيب عندنا مثال كده، دي حاجه كده تطبيقات يعتبر اصلا في الاسي، ولكن ديت ايه؟ من ضمنها او تطبيقات على الاسيه. خلاص؟ لان رسمتها والكيرف بتاعها بيديك داله اسيه في الاخر. عندك القص بتاعك الداله داله في نون والاس هو نون، يعني داله اسيه. زي لما اجي اقول لك داله س بتساوي ا واحد زائد ر كل اس س. ده رقم اس س يبقى الداله ايه برضه؟ اسيه. طيب المثال اللي عندك بيقول لك ايه؟ صفحه 20 في عندك مثال تحت بيقول لك يتناقص عدد المرضى بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ج
بمعدل 15% سنويا. يتناقص، هو بدأ معاك بايه؟ يتناقص. يبقى انت في تضاؤل، تضاؤل يعني تناقص. خلاص؟ بمعدل كام؟ 15% سنويا. طيب نتيجة اكتشاف علاج، فإذا كان عدد المرضى في إحدى الدول 8 مليون مريض، يبقى ديت القيمة الابتدائية بتاعتك من غير ما تعمل حاجة. أنت ابتديت بداية ب 8 مليون، وال 8 مليون دي هتتناقص في السنة 15% نسبة التناقص 15%. حلو؟ طيب بيقول لك إيه بقى؟ اكتب دالة أسية تمثل عدد المرضى بعد نون سنة من اكتشاف العلاج. انت دلوقتي عاوزين دالة تقول لنا مثلا بعد 10 سنين من النسبة دي الناس دول هيبقى عددهم كام؟ بعد 20 سنة من اكتشاف اللقاح او المصل ده النسبة دي هتبقى شغالة، قول لي عددهم هيبقى كام؟ هيقلوا يبقوا كام؟ وهكذا. قول لي، حط لي دالة كده احط لها مثلا بعد 10 سنين تروح قايله لي كذا، بعد 20 سنة تقول لي كذا، بعد 30 سنة تقول لي عددهم كذا. ولكن القيمة الابتدائية بتاعتك كام؟ 8 مليون. وبيقول لك كمان أنا عاوز ثم قدر عدد المرضى كم مريض بعد 8 سنوات. يعني طبق بقى بعد ما تجيب الدالة قول لي بعد 8 سنوات هيبقى عدد المرضى كام؟ هي الدالة دي دالة في إيه؟ في نون. نون ده هو عدد السنوات بتاعتك. طيب ايه ر ديت؟ النسبة بتاعت التناقص او نسبة التزايد. خلاص؟ نسبة الايه؟ نسبة التناقص. ألف هو القيمة الابتدائية، القيمة الأولية بتاعتك. إذا الدالة اللي هتوصف الليلة دي هي دالة نون بتساوي كام دوت؟ 8 مليون في 1 ناقص 15% يعني كام؟ 15%. أس نون. إيه نون ديت؟ عدد السنوات. طيب قال لك أنا عاوز عدد المرضى هيبقى كام بعد 8 سنين؟ يبقى عندي نون بكام؟ 8. يبقى تقول لي عدد المرضى نجيب دالة ال8. يلا يبقى 8 مليون في 1 ناقص 15% أس 8. نشوف هيطلع لك كام؟ يبقى تقريبا لو طلع لك عدد 10 قربه، مفيش نص بني ادم ولا ربع بني ادم يعني. ده عدد مرضى ها؟ مش هيطلع لك برجل. 4 2 9 9 7 1 2 مريض. انا عارف الكلام ده، ناس طلعت عدد 10 يا حبيبي ما تقربوا، طلع لك بني ادمين مش طلع لك قطط. طب هنا موضوع الفايده المركبه ده يفرق عن الفايده العاديه. من اسمها هي فايده مركبه مش فايده وسكيت. ممكن نقول كمان معلومتين يعني؟ اقول لك على حاجه كده عشان تفرقي. يجي يقول لك والله انت حطيت مبلغ في البنك مثلا المبلغ ده 1000 جنيه. ادي لك فايده عليه. بص بقى اديك فايده على المبلغ الاصلي 10% كل سنه. فايده على مين؟ المبلغ الاصلي مش المبلغ الجديد. الفرق هو ممكن ياكلك بالكلام وانت الله كل سنه 10% الدنيا هتزيد. لا يا حبيبي في فرق في الكلمه. لو انا كل سنه 10% حلو، ال 10% من ده كام؟ 100. ماشي 100 جنيه. يبقى بعد سنه هيبقوا 1100. بعد سنتين 1200. بعد 3 سنين 1300. لان كل سنه انت بتزيد نفس ال 100 اللي هي من المبلغ الايه؟ الاصلي. طب الفايده المركبه بقى يقول لك لا انت حطيت لي 1000 جنيه صح؟ فايده برضو 10% بس فايده مركبه. معنى ايه؟ هنركبها على الجديد. يعني انت دلوقتي حطيت لي في ال 10% اول سنه صح؟ اللي هي 100 جنيه. بقت 1100. لما اجي احسب الزياده الجديده احسبها من ال 1100 مش من ال 1000. فاهم؟ فهتبقى نسبتك زادت مش هتبقى 100 جنيه بقى هتبقى 100 وي وهكذا. السنه اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها تلاقي الموضوع هنا بعد 3 سنين 1300 هنا بقى 1600 بسبب كلمه فايده مركبه. ما تضحكش عليك. خلاص؟ في حد فاهم حاجه؟ طبعا انتوا عندكم فلوس ما شاء الله يعني ربنا يزيدكم يعني. في ناس عندها 3 جنيه ونص في التاني. احسن من اللي ما عندوش. احسن من اللي ما عندوش؟ بس هاتوا بالصح.
طيب هات لي صفحة 21. أودع رجل مبلغ 15000 جنيه في أحد البنوك، يعني ديت القيمة الإيه؟ الابتدائية. أدي يا عم 15000 جنيه بتوعك، ديت القيمة الابتدائية بتاعتك. حلو؟ بعدين التي تعطي فايدة سنوية مركبة، في فوائد ربع سنوية كل مثلا إيه؟ 3 شهور. 7%. لا، الفائدة 7%. هنشوف بعدين. اوجد جملة هذا المبلغ. جيم ديت هي جملة المبلغ، عشان كده سموها جيم. دي القيمة الابتدائية. اوجد قيمة أو جملة هذا المبلغ بعد مرور 10 سنوات. زمن 10 سنوات. مين الزمن؟ نون. في كل من الحالات الآتية. طب إيه سين دي بقى؟ أنت ما قلتلناش، صح؟ دي زمن أو الفترة. سين دي يا باشا هي الفترة بتاعت التجزئة. فترة التجزئة يعني إيه؟ فترة التجزئة يقول لك أنا هدي لك النسبة دي كل سنة. يبقى دي كده واحد. طب كل 3 شهور. ما شاء الله بتاعتك ما شاء الله. 3 على 12 فيها ربع سنوية. طيب لو قلت لك ادي لك المبلغ او النسبة دي كل 6 شهور فيها نص سنة، كل نص سنة راح مديك ايه؟ الفايدة. فقال لك انا عاوز جملة المبلغ في الحالات دي. لو كان العائد ده سنوي، ولو كان العائد ده ربع سنوي، ولو كان العائد ده شهري. ايه رايك؟ هنعوض ماشي. طب في الحاله الاولى اللي هي سنوي يبقى السين بكام؟ هل السين جزأت؟ حلو، يبقى السين بواحد. يبقى جمله المبلغ الاولاني يساوي 1000 اللي هي 15000 في 1 زائد النسبه 7% اللي هي 7% على س اللي هي بواحد وكل أس نون في س. نون اللي هي عدد السنوات. قال لك بعد زمن 10 سنين يبقى 10 في السين اللي هي 1 وتطلع الناتج. يطلع لك كام؟ 2900 أو 29507 تقريبا. طيب المبلغ الثاني اللي هو العائد بتاعه ربع سنوي. يبقى انا قسمت السنه كام شهر؟ او كام جزء؟ 4 أجزاء صح؟ يبقى النسبة دي 4. يبقى النسبة دي كام؟ 4. يبقى كده كل 15000 في 1 زائد 7% على 4 كل أس 10 في 4. يطلع لك كام بقى؟ 30000 23 جنيه. طب لو كان العائد ده شهري يبقى أنا قسمت السنة كام مرة؟ هاخد عائد 12. يبقى تروح تقول لي كده 15000 في 1 زائد 7% على 12 كل أس 10 في كام؟ في 12. يطلع لك 30144 جنيه 92 ايه؟ فيها مشكلة؟ أول واحدة فوق برضك ناخد واحدة عن النمو. يقول لك اشترى وائل منزل بمبلغ محدش يعمل زي وائل 1,350,000 جنيه. اشترى وائل منزل ده ثمن الشراء 1,350,000 جنيه. فإذا كان سعر المنزل يزداد بمعدل الزيادة أو نسبة الزيادة بمعدل 2.5% لكل سنة. لكل إيه؟ سنة. اكتب لي دالة أسية تعبر عن الليلة دي. يعني مثلا بعد 10 سنين يبقى المبلغ ده بكام؟ ماشي؟ بفرض يعني ان نسبة الزيادة ثابتة. فرض ان مفيش حاجة بتحصل كده. طب يلا يبقى ده النون بتساوي القيمة الابتدائية كام؟
1,350,000 في 1 زائد ر. النسبة المئوية دي كام؟ 2.5 على 100 يبقى كام؟ 25 من 1000. الكل أصلي. خلاص؟ طيب بيقول لك أنا عاوز إيه؟ قدر سعر المنزل بعد مرور 6 سنوات. يعني عند نوم بكام؟ يبقى تقول لي بعد 6 سنوات دالة 6 1 زائد 25 من 1000 الكل أس 6 يطلع الناتج. هيبقى المبلغ بتاعه 1,565,586 جنيه تقريبا. صلى على النبي. يقول لك إذا كانت دالة س بتساوي 2 أس س زائد 1 فإن المنحنى ده يقطع محور الصادات في النقطة كام؟ يا مستر ما أنت قلت لنا إنه يقطع محور الصادات في النقطة 0 و1. لا مش دايما. ده لما تبقى دالة س بتساوي أ أس س فقط رقم أس س وبس. إنما هنا فهتقول لي يا مستر التقاطع مع الصادات نضع إيه؟ نضع س بتساوي 0. طيب عند س بصفر يبقى دالة 0 بتساوي 2 أس 0 زائد 1 تساوي 2 أس 1 زي بكام؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل عن الأساسي؟ مش الدالة دي أساسها كان كده؟ أصلها يعني 2 أس س. لما زودت لها 1 فوق هنا كده عمل فيها إيه الدالة؟ في الطبيعي كانت بتعدي بالصفر وواحد. طب لما زودت لها 1 هنا زادت 1 على محور ايه؟ بقت 2 بقت كده. يبقى لو انت فهمت اللقطه دي قصدي بيها ايه؟ ايه بقى؟ هل ان احنا الف دي ممكن نقول عنها انا دلوقتي في نقطه 2 أس س زائد 1 دي انت فهمت منها ايه؟ دي تبقى ازاحه زي النص. يبقى دي اسمها ازاحه رأسيه. ازاحه ايه؟ رأسيه. يعني معنى كده ان لو جيت قلت لك ايه الفرق بين دالة س بتساوي 2 أس س ودالة س بتساوي 2 أس س زائد 2؟ ازاحه رأسيه في اتجاه الموجب خطوتين. طب لو هي قلت لك دالة س بتساوي 2 أس س ناقص 3 لأسفل 3 خطوات هيقطع الصادات فين؟ سالب كام؟ سالب 2 صح. سالب 2 يا باشا. مش هي كده كده كانت عند 1 هتنزل 3 خطوات يبقى سالب 2 يبقى عامل كده. خلاص؟ النقطة تنتمي إلى بيان الدالة. يعني طبعا ديت س ودوت إيه؟ ده الناتج. حط الس بألف يبقى الناتج نص. إذا 2 أس أ زائد 1 بتساوي نص. النص ده اللي هو إيه؟ 2 أس سالب 1. أساس بيساوي أساس، إذا الأس بيساوي الأس. يبقى أ زائد 1 بتساوي سالب 1. بعكس الإشارة يبقى أ بكام؟ سالب 2. طب هنا ها؟ أ أس 2 هيساوي 16. ماشي. أنت قلت لي يا مستر كده دالة الاثنين بتساوي 16. بيقول لك ص بتساوي أ أس س. والمنحنى ده أنا ما أعرفش تزايدي ولا تناقصي بس بيعدي بالنقطة 2 و16. ما هو بما إنه جه الناحية دي وطبعا بيعدي بصفر وواحد أنا عندي حالتين. يا إما تبقى جاية كده تعدي بصفر وواحد يا إما جاية كده برضه بتعدي بصفر وواحد. حلو؟ طيب لو عدى بنقطة تبع السينات الموجبة يبقى الدالة تزايدية يبقى كيف ده؟ طب لو عدى بنقطة هنا فيها سينات سالبة يبقى الكيرف إيه؟ أعرف منين بقى؟ لا. طب ما ده برضه طبعا ده تفكيرك انت. طب ما ده برضه بيعدي عند السينات السالبة. وده برضه ونفس الازرق ده بيعدي عند السينات الموجبة. مش معنى كده. لو لقيت السين في التزايدية لقيت ان انا كل ما ازود س ازود ص. بص هنا السين هنا كانت سالب 10 كان الصاد بتاعتها كام؟ 2 من 10. طب لما زودت السينات الصادات بتاعتها زادت بقت مثلا كام؟ 12 صح كده؟ يبقى كل ما ازود س صاد تزيد معايا، زود س صاد تزيد صح؟ انما في التناقصيه هنا السين صغيره قوي الصاد كبير. طب ازود س
الصاد تقل، زود س الصاد تقل، يبقى دي الداله التناقصيه. بص على دول بقى، السين كانت صفر صورتها كانت واحد، لما السين زادت الصاد زادت، يبقى دي داله ايه؟ زي ودي. حلو قوي، يبقى انا عرفت ان هي تبع الكيرف ده. عرفتها منين؟ لان لما السين زادت الصاد برضه ايه؟ زادت. تعمل ايه تاني بقى؟ عاوز اعرف الاساس بتاعي ده كان كام؟ ها؟ اروح قايل له داله الاثنين بتساوي 16، يبقى ا اس 2 بتساوي 16. خد الجذر. الطبيعي هتقول لي ا بموجب وسالب 4، ولكن لو الالف ده عدد سالب، السالب ممنوع من المجال. لان الاساس ده مش من المجال بتاع اللي فوق. احنا فارضين ان ده عدد موجب. ليه؟ عشان برضه تطلع داله تزايديه. عشان تطلع داله ايه؟ تزايديه. يبقى اكيد السالب هنا مرفوض. اذا الالف بيساوي 4. احنا متفقين تزايديه يعني اكبر من 1. صح كده؟ هنتكلم دلوقتي في حاجه اسمها الداله العكسيه. ايه موضوع الداله العكسيه؟ قال لك الداله العكسيه لما انت بيبقى عندك داله مثلا زي ص تساوي 2 س زائد 7. بيقول لك الراجل انا عاوز الداله العكسيه بتاعتها. يعني معنى كده ايه؟ اول حاجه قبل ما تحل خالص هات لي المجال والمدى بتوع دي. مجال ومدى. الداله كسرت حدود يبقى المجال بتاعها ح. طيب الداله دي خطيه هتترسم بالمنظر ده لان المعامل موجب، فيبقى المدى بتاعها برضه ح. ماشي، جبت المعطيين دول اركنهم على جنب. الداله العكسيه اولا بدل ما هي دال هيبقى اسمها دال سالب 1. وفي الحاله دي بنعمل ايه؟ ده مش قص، ده رمز للعمليه العكسيه. عمليه ايه؟ زي ما انت بتعمل شيفت ساين، هتعمل لك ساين سالب 1. او ده اس، ده مش اس، مع انك لو حطيت لها ساين اس سالب 1 هيطلع لك حاجه ثانيه خالص. ده رمز للعمليه العكسيه. شيفت يعني اعكس. خلاص؟ طيب يجي يقول لك انا هعمل ايه عشان اجيب الداله العكسيه؟ صاد دي اللي هي داله صح؟ دال. اروح مبدل الصاد مخليها س، ومبدل السين مخليها صاد. وبعدين هجيب الداله جديده. ده اللي حصل لما عملنا ده هنا. الداله الاسيه لما انا بدلت الصاد خليتها س، بدلت السين خليتها صاد، وفصلت طلع لي الداله اللوغاريتميه. اوريك دلوقتي ازاي. مستر الصاد بقت س بيساوي 2 صاد زائد 7. حاول تفصل الصاد ما بين الليله دي خالص، خليها لي في ناحيه لوحدها زي دي كده عشان تكون داله جديده. ودي السبعه جوه، يبقى اذا 2 صاد بتساوي س ناقص 7 على الاثنين، بقت نص س ناقص 7 على الاثنين. قسمت على الاثنين وعلى الاثنين. الداله الجديده دي ما تسميهاش صاد برضه زي ديت، لا تسميها دال سالب 1. تساوي نص س ناقص 7 على الاثنين. ايه ديت وايه علاقه دي بديت؟ هي بس عكسيه. بنسميها داله عكسيه، دي اول حاجه. بنسميها داله ايه؟ عكسيه. تاني حاجه لو حصل وعملنا لهم عمليه تركيب زي ما هنعمل لدول كمان شويه هيطلع لك س. هيطلع لك ايه؟ س. يعني ايه بقى مثلا؟ يعني ايه تركيب اصلا؟ لا. مثلا لو مع سعادتك دالة س بتساوي أ أس س، ومعاك دالة تانية اسمها ر س عبارة عن لوغاريتم س لأساس أ. بالك؟ طيب يقول لك ركب لي الدالتين دول اللي هي د تركيب ر. معنى كلمة تركيب يعني تعوض بالثانية في الأولى. تعوض بالثانية في إيه؟ في الأولى. طيب مين الثانية هنا؟ ر. يبقى اروح واخد الداله الثانيه حاططها في الاولى. وانا لما بنعوض مكان مين؟ كان س. يبقى تروح تقول لي داله التركيب بتساوي أ
اشيل السين واحط ده جواها مكانها، بقى لوغاريتم س بأساس أ. مش ده قانون انت واخده؟ تساوي كام؟ س. الدالة والدالة العكسية لما بنركبهم مع بعض بيطلع لك ايه في الآخر؟ س. طيب برضك وضح لي أكتر. شايف الدالة دي؟ الدالة دي هما الدوائر العكسية لبعض. طب وبعدين؟ قال لي سعادتك الدالة ديت لو اترسمت هتترسم كده. صح؟ مين الخط المستقيم اللي طلع في التركيب؟ هما الاثنين متماثلين حوالين الخط ده. مرسومين بالنص. وصلت؟ نفس القصة في الدالة دي. لو انت رسمت الدالة ديت ورسمت الدالة ديت هتنزل عند سالب 7 على 2 تعمل كده. هما الاثنين متماثلين حوالين الخط المستقيم ص بتساوي س، اللي هو الخط اللي بيبقى ماشي في النص بالظبط. فاكر دالة س بتساوي س؟ دي اللي كان بيمثلها خط مستقيم ماشي في النص بالظبط. لو كانت سالبه بيجي الناحيه. هما الاثنين اي داله والعكسيه بتاعتها ايه اللي بيحصل؟ بيكونوا متماثلين حوالين الخط ده، يعني مرسومين بالنص حواليه. خلاص؟ طيب تعالى ناخد واحده تاني. لو قال لك داله س عباره عن س تكعيب زائد 5، عاوز العكسيه بتاعت دي تجيب ايه وايه الاول؟ مجال ومدى. المجال بتاع ديت كسرة حدود يبقى ح، المدى دي تكعيبيه يبقى ح برضه. طيب بعد كده دي صاد صح؟ هخليها س. ودي س خليها صاد زائد 5. حاول تفصل الصاد بعيدا عن الأس والجمع والطرح والليله دي كلها في ناحيه واحده. غد 5 صاد تكعيب بتساوي س ناقص 5. خد الجذر التكعيبي فاصبح ان الداله التكعيبيه هي العكسيه بتاعت الجذر التكعيبي. خلاص؟ لو ركبناهم مع بعض هيطلع لك س. هيطلع لك ايه؟ ايه اللي بيحصل بقى بالنسبه للمجال والمدى؟ لو الراجل طلب منك الداله دي مجالها ايه ومداها ايه؟ زي ما اتفقنا هناك بنعكس. هنا المجال بيساوي المدى والمدى بيساوي ايه؟ المجال. نفس القصه. هنا المجال بتاعنا ح، يبقى الجديده اللي هي د سالب 1 المدى ح. طب المدى هنا ح يبقى المجال هنا ايه؟ المجال. خلاص؟ ناخد واحده كمان اللي هي ديت. يلا بيقول لك هنا اذا كانت داله س بتساوي 2 زائد جذر س ناقص 3. اول حاجه عاوز المجال والمدى بتاع الداله دي، ثاني حاجه عاوز المجال والمدى والداله العكسيه. مجال ومدى الداله العكسيه والداله العكسيه. خلاص؟ طيب نعمل ايه بقى؟ عايز المجال ما تحت الجذر اكبر منها بيساوي الصفر. اذا س اكبر منها وتساوي 3. طيب المدى المدى من 2 لمدى نهاية. ليه بقى؟ لأن عندي البدء بعمل 2 في الصوت. طيب اول حاجه عوض بالرقم ده. يلا عوض بالرقم ده. مش ده المجال بتاعك من 3 الى ما لا نهايه؟ صح؟ اكبر منها بيساوي 3. ده المجال. عشان تعرف بدايه المدى فين وطالع ولا نازل عوض بالارقام دول. خد الخيط بس. عوض بالثلاثه صفر زائد 2 ب2 يبقى دي قصادها 2 في المدى. طيب عوض بالاربعه. 4 ناقص 3 1. جذر الواحد 1 زائد 2 3. بيزيد ولا بينزل؟ بيزيد. يبقى انت رايح لما لا نهايه. خلاص؟ طيب يبقى الداله دي مداها ايه؟ هتقول لي المدى من كام لكام؟ من 2 لما لا نهايه. مغلق ولا مفتوح؟ مغلق. لان الثلاثه مغلقه يبقى اكيد صورتها مغلقه. خلاص؟ يبقى كده المجال من 3 مغلق الى ما لا نهايه. المدى من 2 مغلق لما لا نهايه. طيب كده انت جبت المجال والمدى بتوع دالي. هات بقى الداله العكسيه. يلا. اول حاجه اخلي صاد تبقى هي س. يبقى بدل ادي س بتساوي
2 زائد جذر صاد ناقص 3. حاول تطلع صاد من وسط الليله دي. اول حاجه نمد الاثنين بعكس الاشاره، يبقى كده س ناقص 2 بتساوي جذر صاد ناقص 3. مربع الطرفين عشان اخلص من الجذر، بقى صاد ناقص 3 بيساوي دوت متربع. بعدين بعكس الاشاره بقت صاد بتساوي س ناقص 2 كل تربيع زائد 3. كده انت جبت مين ديت؟ الداله العكسيه. الداله الايه؟ العكسيه. طلب منك المجال والمدى بتوعها. اعكس بقى، المجال هنا هو المدى هنا. المدى هنا هو المجال هنا. خلاص؟ في بقى معلومة امتحان مهمة جدا جدا جدا. بيقول لك الدالة والدالة العكسية لو تقاطعوا زي الخط اللي كنا عاملينه من شوية، دالة كده والدالة التانية كده، بيتقاطعوا في نقطة السين بتاعتها قد الصاد. ليه؟ لأن قايل لك هما الاتنين متماثلين بالنسبة للخط ده اللي هو صاد بتساوي س. يعني أي نقطة عليه صاد بتساوي إيه؟ س. يبقى لو جيت قلت لك نقطة تقاطع مثلا، يجي سؤال كده في الامتحان: إذا كانت النقطة أ و16 على أ هي نقطة تقاطع منحنى الدالة د وده سالب 1، فإن أ يساوي نقط. تيجي تقول لي يا مستر أ طالما دي نقطة التقاطع بتاع الدالة والعكسية يبقى أكيد تقع على المستقيم ده، وطالما تقع على صاد بتساوي س يبقى أكيد الصاد بتساوي س. يبقى أ بتساوي 16 على أ. اضرب الألف بقى أ تربيع بتساوي 16. خد الجذر يبقى الألف بيساوي موجب وسالب كام؟ 4. مهمة جدا. خلاص؟ بيقول لك إذا كان بيان الدالة د هو 1 و4 2 وسالب 3 و5 وكام؟ و6، فإن بيان الدالة العكسية كام؟ اعكس الأزواج. بس بكل سهولة يعني. هيبقى 4 و1، لأن أنت بتعمل إيه أصلا في العكسية؟ بدل صاد وس، صح؟ فده اللي حصل هنا. بدلنا صاد وس سالب 3 و2 وكام؟ 6 و5. ده اللي حصل هنا برضه. بيقول لك إذا كانت الدالة سالب 1 بتساوي 2 و3 و5 وب، هي الدالة العكسية للدالة د اللي هي 4 و5 وأ و2، فإن أ ناقص ب بكام؟ 2 و3 لما عكستها أ و2 يبقى الأ بكام؟ 4 و5 لما عكستها 5 و4 يبقى الب بكام؟ 4. إذا أ ب3 والب ب4 يبقى الإجابة كام؟ هنا بقى معلومة سهلة جدا بالنظر. الدالة اللي على الصورة ديت اللي هي 1 س زائد أي رقم أو ناقص أي رقم. حلو؟ الدالة العكسية بتاعتها إيه؟ حلو تحسبوها؟ نطلع بالقاعدة؟ يلا يا مستر نبدل صاد وس. ها؟ صاد بتساوي دي أصلا صاد س زائد 2. طب عاوز العكسية؟ طيب يبقى كده صاد. طيب مستر ديت يلا دي صاد صح؟ دي صاد بتساوي س ناقص 3. يبقى العكسية دي س بتساوي صاد ناقص 3 بعكس الإشارة، يبقى كده صاد بتساوي س زائد 3. اعكس الإشارة على طول. صح كده؟ يبقى كده الدالة العكسية هنا اعكس الإشارة دي يبقى س ناقص 2. هنا س زائد 3. خلاص؟ قبل ما نشوف دي جربوها كده. جرب تعملها انت كده بايديك. جرب تجيب العكسيه بتاعتك. بس بص كده مع بعض على الدالتين دول. الدالتين دول حالات خاصه زي دي كده انت جبتها برضه بالنظر، بس هنا كانت س موجبه ناقص او زائد اي رقم. تمام؟ طيب هنا بقى السين سالبه. خلاص؟ طيب هبدل الصاد اخليها س والسين هخليها صاد، وادي الصاد وطلع السين، فايه اللي هيحصل؟ اذا صاد الموجبه اللي هي صاد سالب 1 يعني بتاعت دي بتساوي 4 ناقص س.
ايه ده هي الداله العكسيه طلعت هي نفس الداله. طيب تعالى نجرب دي، يمكن الموضوع مختلف. صاد هنخليها ايه؟ س، والسين هخليها صاد، يبقى سالب صاد زائد 1. اودي السالب صاد جوه واطلع السين بره. اذا سالب صاد تبقى موجب صاد، وهنا 1 ناقص س او سالب س زائد 1. صح كده؟ ده هي الداله العكسيه هي الداله. يبقى لما تكون س سالبه داله خطيه كده وجنبيها 1 مش حاجه ثانيه، لان لو حاجه ثانيه هتقسم عليها تبقى كسر. خلاص؟ لما يكون جنبيها 1 هنا سالب 1 يبقى الداله العكسيه هي. خلاص؟ بالنظر هنا نفس القصه. الداله اللي بالمنظر ده كده على طول دالتها العكسيه نفسها برضه. عاوز تجرب جرب. دي نفس القصه ودي نفس القصه. تعال نشوف دي. هيبقى هنا ايه؟ دي كده بقت صاد اصلا، يبقى هنا ايه؟ س بتساوي سالب 2 على صاد. طب لو انا عاوز اجيب الصاد لوحدها سالب 2 في 1 على س، يبقى صاد الجديده سالب 2 في 1 على س، هي. طيب هنا نفس القصه، شيل الصاد وخليها س، وشيل الس خليها صاد زائد 2. ودي الاثنين بره يبقى س ناقص 2 بتساوي 1 على صاد ناقص 2. عاوز افصل الصاد دي عن الموضوع اعمل ايه؟ ده في ده على ده. اذا صاد ناقص 2 بتساوي 1 في 1 بواحد على س ناقص 2. واطلع السالب 2 بره، بقت الصاد الجديده بتساوي 1 على س ناقص 2 زائد 2. هي الاصليه. خلاص؟ يبقى انت دي بالنظر من غير وجع القلب ده كله. خلاص؟ دلوقتي بقى ان شاء الله هنتكلم في ايه؟ تركيب دالتين. موضوع التركيب يعني ايه تركيب اصلا؟ اولا علامه التركيب اللي هي الخمسه اللي انت شايفها دي علامه التركيب، فلو ما تشوفها يبقى كأن الراجل بيقول لك انا عاوز الايه؟ الدالتين مركبتين مع بعض. طيب لما تيجي تقرا دي ده تركيب ر. خلاص؟ وهنا ر تركيب ايه؟ د. او اقراها تاني بقى. دالة ر س كأنك مش شايف حاجه. دالة ر س، وهنا ر دالة س، ر دالة س، هنا دال ر س، هنا ر دال س. المنظر ده اللي هو بتاع التركيب انا بعرفك على شكلهم في الاول. هنا بيقول لك ركب الدالتين دال وايه؟ دال ور. طيب ممكن تتقري بالمنظر ده دالة ر س. يعني ايه؟ قصدنا ايه؟ عارف لما اجي اقول لك دالة س بتساوي س ناقص 5 واجي اقول لك هات لي دالة السبعة. حلو؟ كأني بقول لك اعوض عن السين بكام؟ 7. هي نفس المطلوب. هو هنا انا مدي لك دال تركيب ر س، صح؟ تيجي تبص لها كده بالمنظر الثاني دالة ر س، يعني كأني بقول لك ايه؟ عوض بر س جوه الداله مين؟ د. عوض بر س جوه الداله ايه؟ د. يعني عوض بالثانيه فين؟ في الاولى. عوض بالثانيه فين؟ في الاولى. طيب لو جينا عكسنا وجيت قلت لك انا عاوز ر تركيب د س، فبرضك ممكن تحطها على الصوره الثانيه اللي هي اخبطها مره واحده. ها؟ ر جواها داله س، يبقى انا عوضت بالدال فين؟ عند ر. الداله الثانيه عوضت بيها عند مين؟ الداله الاولى. طيب ايه تاني عاوز تقول لنا؟ عاوز اقول لك موضوع المجال. مش انت لما تحط داله في داله تعوض بيهم هيطلع حاجه جديده؟ طب الحاجه الجديده ديت مجالها ايه؟ قال لك طبعا انت واخد حاجه غريبه عن الداله الاصليه ومعوض بيها، صح؟ فبنجيب مجال الحاجه الغريبه. الحاجه الغريبه بتبقى الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. فبنجيب مجال الثانيه. مجال الثانيه. بعدين الداله الجديده اللي انت جبتها بعد ما ركبت هات التقاطع بين المجال بتاع الجديده والمجال بتاع الثانيه الغريبه دي اللي كانت جايه لك. مجال الثانيه تقاطع مجال داله التركيب او ريت التركيب. خلاص؟ طب تعالى نبص على دي. بص يا سيدي. انت عندك هنا داله س بتساوي ايه؟ س تربيع زائد س.
والداله الثانيه ر س زائد تساوي 3 س زائد 1. عين د تركيب ر ور تركيب د وده تركيب ر عند س بتساوي 2. عند س بتساوي كام؟ وعاوز قيم س عندما تكون داله التركيب بكام؟ 15. يعني اساوي الداله بكام في الاخر؟ 15 واحل المعادله. طيب تعالى نجيب اول حاجه. جهز مين؟ جهز المجال من غير ما يقول لك هات زي بتاعت العكسيه. تجيب المجال بتاع الداله وبتعكسه اللي هو المجال. نفس القصه. لازم تجيب المجال هنا والمجال هنا. طب ما ديت يا مستر مجالها ايه؟ المجال ح. وهنا برضه المجال ايه؟ طبعا مش محتاج افكرك ان دي كسرات حدود. خلاص؟ طيب صلي على النبي. عشان اجيب د تركيب ر هناخد مين نعوض بيه فين؟ هناخد ر نعوض بيها جوه د. هكتبها داله ر س. خلاص؟ طيب فين ر س؟ اهي يا مستر. لما بنعوض مكان مين هنا؟ س. بقى شكل الداله الجديده س شلتها وحطيت مكانها ده. بقى 3 س زائد 1 كل تربيع زائد كام؟ زائد 6. دي الداله الجديده بعد التركيب. طيب مجالها ايه الداله الجديده؟ ح. والداله الثانيه اللي انت عوضت بيها مجالها ايه؟ ح. هات لي التقاطع بينهم. اذا مجال د تركيب ر هو ح. خلاص؟ طب تعالى نعمل العكس. بيقول لي انا عاوز ر تركيب د. ها هي هكتبها ر دالة س. ماشي. تعالى ناخد دالة س ونعوض بيها المره دي تحت. هشيل الس دي واحط مكانها كل ده. بقى بيساوي ايه؟ 3 في س تربيع زائد 6 الكل زائد 1. وزع بقت 3 س تربيع زائد 18 زائد 1 19. دي الداله الجديده. طيب عاوزين المجال بتاع الليله دي. قال لك ده انت لازم ايه؟ مجال الجديده تقاطع مجال الثانيه اللي هي د. طب الدال مجالها كان ايه؟ ح. وهنا مجالها ايه برضو؟ ح. التقاطع بينهم ايه؟ ح. يبقى مجال الجديده مجال ر تركيب د هو ح. طلب منك انا عاوز د تركيب ر الاثنين. تاخد بالك من حاجه. الرقم اللي انت هتعوض بيه لازم يكون جوه المجال. بمعنى مش انت جبت د تركيب ر وعرفت ان مجالها ح يعني تعوض باي رقم عادي خالص. بعض الدوال هتجيب المجال بتاعها يطلع لك كده مثلا 2 و7 او 2 وما لا نهايه. حلو؟ طيب الداله دي لو قلت لك هات لي د تركيب ر عند الواحد. ليه؟ لان ده لا ينتمي للمجال. ساعتها تكتب له ايه؟ غير معرفه. لان هعوض برقم مش في المجال بتاعك. غير معرف. خلاص؟ طيب تعالى كده ايه؟ نجيب د تركيب ر الاثنين. فين د تركيب ر؟ اهي. طيب ربعنا الطرفين بعكس الاشاره هيبقى 4 ناقص 6 كام؟ سالب 2. على السالب هيبقى س اصغر منها وتساوي الاثنين. طب هنا س اصغر منها وتساوي الاثنين وهنا اصغر منها وتساوي 6. المنطقة المشتركة من سالب ما لا نهاية لحد 2. إذا المجال المشترك من سالب ما لا نهاية لحد 2. خلاص؟ السؤالين دول بقى أسئلة امتحان مهمين جدا. اعتمدوا على الذكاء شوية. سن كبيرة شوية. د تركيب ر عند الس بكام؟ اكتبها صح تحلها على طول. دي أصلا إيه الصورة الثانية بتاعتها؟ دالة ر الواحد. صح؟ طيب معنى كده ابتدي من جوه خالص بقى. كأني بقول لك روح عند الدالة ر حط الس بكام؟ لما الس تبقى بواحد ر الس تبقى بكام؟ بعدين القيمة اللي أنت جبتها من هنا دي طلعت ب4. هات لي دالة ال4. دالة ال4 يا مستر روح عند الدالة دي صورتها كام؟ إيه؟ بص تاني د ر الواحد
يعني نروح عند ر احط س بكام؟ لما س بواحد الداله ر تدينا كام؟ خلاص ده كده شلناه ب4. كانه بيقول لك انا عاوز داله الاربعه لما س تبقى ب4 الداله ده بكام؟ طب هنا بنفس المنطق برضه دي اصلا داله ر الواحد لما الداله ر نحط عندها الس بواحد لما الس تبقى بواحد شوف لك الرسم مظبوط أربعة هنا طلع لك لحد الأربعة كأنه بيقول لك إيه؟ مستر هات لي ر الواحد الأول ر الواحد ادتني 4 يبقى نعوض بالأربعة جوه دال يبقى أنا بقول لك هات لي دالة الأربعة بكام؟ لما الس ب4 على الرسمة أنزل أشوفها أخبط في المنحنى وأعمل إيه؟ أشوف سرعتها كام بس أنت كده عوضت عند الدالة مين؟ أنا عاوزك تعوض عند دالة يبقى هخبط فوق وهنا الدالة باينة أكتر لما طيب عشان تبقى واضحة في الرسم لأن هنا أنت هتجيبها فوق هتبقى مش باينة قوي لو طلبت منك ر تركيب دالة أسهل يبقى راح أجيب دالة كام؟ دالة الواحد طيب مستر هكتبها بالشكل الجديد ر دالة الواحد هات لي دالة الواحد عند س بواحد هخبط في المنحنى الدالة دال برضك هتديني كام؟ 4 خلاص ماشي يبقى أنا كده دالة الواحد بتساوي 4 هات لي ر الأربعة هروح عند السينات ب4 وأشوف الر تديني كام؟ فهي كانت بتدينا هنا على الرسمة سالب 2 إذا الليلة دي كلها سالب ولا تاني؟ في عندنا شرط أخير خالص هو مدى الثانية لازم يكون جزء من مجال الأولى. ليه بقى؟ حبيت أقوله بعد ما نكون شفنا ده. ليه؟ قال لك أصلا لما أجي أقول لك أنا عاوز دالة تركيب ر الواحد صح؟ مش أنا بقول لك هات لي كده دالة ر واحد ور واحد دي يعني صورة الواحد والصور هي مين؟ مدى الصورة بتاعته هتبقى على الصادات صح؟ اللي هي المدى يبقى لما أجي أعوض برقم الرقم ده دي مثلا طلعت لي 4 كده صح؟ يبقى أنا أعوض أجيب دالة الأربعة مش ده كده كان ينتمي لمدى الدالة ر صح؟ طيب لما اجي اعوض بالرقم ده جوه مش ده كده بالنسبه لدال لازم يكون جوه المجال بتاعها عشان اعوض بيه فلازم الرقم اللي انا جبته من مدى ر يكون موجود فين؟ في مجال الداله دي عشان ينفع اعوض بيه اصلا